السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. نكمل بقى موضوع السجاد ده روتيننا برضو النهارده، تكمله من امبارح. انا النهارده انا روتيني كان النهارده صورته برضو، بس ايه، هنزله ان شاء الله بكره باذن الله. ده بقى تكمله للسجاد يا اخواتي حبايبي. حابه اشكر كل الناس اللي عندي، ربنا يبارك لي فيهم ويحرمنيش منهم ابدا ويسترها معاهم ويصلح حالهم وبالهم يا رب. حابه بقى اشكر اخواتي اللي دخلوا عندي جديد واللي عندي. ربنا ما يحرمني منكم ابدا، انتوا احلى حاجه في حياتي، انتوا عيلتي التانية، انتوا حاجه جميله قوي ربنا رزقني بيها بعد اللي انا عشته في حياتي الفتره اللي فاتت ديت والسنين اللي فاتت دي كلها. فالف حمد وشكر ليك يا رب. ربنا بيبعت والله بيعوض، ربنا احن علينا من اي حد، احن علينا من نفسنا اصلا. فالحمد لله على كل حال يا اخواتي، انتوا احلى حاجه في دنيتي اقسم بالله. ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا ولا من دعمكم الحلو. وكل اللي انا بفكر فيه ومتجهه له دلوقتي وفي حياتي ان انا اخدم اهلي زي ما انتم شايفين كده، واخدم ولادي، وان اعلم ولادي واكبرهم. ده كل اتجاهاتي دلوقتي وعقلي وتفكيري وكل حاجه فيا، بفكرش غير في ولادي بس. فربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. شفتوا التراب قد ايه هناك؟ انا بقى عشان ما كنستهاش، لو انا بقى كنت كنستها ما كانش هيبقى في تراب كتير كده. فكسل بقى، ما تعرفوش، او بقى انا مستعجله، مش عارفه. بس الحمد لله انا البرندة دي انا كل فين وفين كده، يعني كل ما اجي اعمل سجاد لازم اغسلها الغسله دي. بعد كده بقى بتبقى مثلا اكنسها وامسحها بالشرشوبه كده وخلاص. وساعات كمان بمسحهاش في الصيف، بس اللي بمسحها علشان خاطر بيبقى فيه تراب اكتر من الشتاء، لان احنا بيتنا على الطريق والعربيات والحاجات دي. ادعوا لي ان ربنا يكبر بخاطري ويفرح قلبي ويعدي الايام اللي جايه دي على خير ويصلح لي حالي ويسهل لي اموري بجد. والله انا مش عارفه ايه اللي مستنيني، بس انا متوكله على الله وفوض امري ليه. فبقول لي ياسين بقى هات لي الفرشه دي عشان اعمل فيه، كان فيه تراب كده لازق كده بالميه، فانا قلت اما انضفه يمكن انضف اكتر من ايديا. مشكلة ان انا ماسكه العبايه وهي اصلا مبلوله. انا والله العظيم العبايه دي مبلوله نصها، اكتر من نص من فوق كمان. مش عارفه انا كنت محافظه عليها وهي اصلا مبلوله. ذكيه انا، صح؟ انا عارفه ان انا ذكيه. ربنا يصلح حالكم جميعا ويوسع رزقكم، ويا رب روتيني يعجبكم. كل اللي دخلوا عندي دلوقتي يعملوا بقى لايك واشتراك كومنت حلو دعوه جميله، وتفتكروني على طول كده بالحلو اللي انتوا بتقولوه لي في الكومنتات. ربنا يكبر بخاطركم يا اخواتي ويصلح حالكم. واوعوا تنسوا تسمعوا الفيديو كله، وبالله عليكم الاعلانات ربنا يخليكم ليا. الاعلانات دي لولادي، ربنا يخليكم ليا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا. نفسي اشوف كده تعب ومجهودي كده، نفسي اشوفه. وعلى فكره ان انا ان شاء الله لما ربنا يكرمني باذن الله هوريكم كل حاجه. انا مش هبخل عليكم باي حاجه اخواتي حبايبي. ربنا يخليكم ليا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا، واشوفكم مبسوطين وفي راحه بال وفي سعاده على طول. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه يا حبايبي، مع السلامه.